مروان عطية، لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، خضع لجلسة علاج طبيعي واستشفاء في الجيم على هامش المران الجماعي للفريق الذي أقيم صباح يوم الاثنين على ملعب التتش بالجزيرة. وأوضح الدكتور أحمد جاب الله طبيب الفريق إن مروان عطية لايزال يعاني من آثار كدمة في الأنكل تعرض لها أثناء مباراة استاد أبيجان الأخيرة في دوري الأبطال. وأشار جاب الله إلى خضوع اللاعب لجلسة تأهيل في الجيم اليوم يتحدد في ضوئها حالة اللاعب ومدى استجابته وتعافيه من آثار الكدمة على استاد أبيجان بنتيجة 3-1 في دوري أبطال إفريقيا. ويستعد الأهلي لمواجهة الجونة في 7 مساء غدا الأربعاء على استاد القاهرة ضمن منافسات الجولة 8 للدوري الممتاز. والدكتور أحمد جاب الله طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي قال إن وسام أبو علي مهاجم الفريق خضع لفحوصات طبية عقب العودة من كوت ديفوار للاطمئنان فقط، وحالته الصحية لا تدعو لأي قلق، وعاد اللاعب إلى منزله وسوف يشارك في التدريبات الجماعية. وأضاف أن وسام اشتكى من إجهاد وهبوط بسيط بالدورة الدموية عقب الوصول صباح اليوم إلى مطار القاهرة، وذلك نتيجة للمجهود البدني الكبير الذي بذله اللاعب خلال مباراة الأهلي واستاد أبيجان التي أقيمت أمس وسط درجات حرارة ورطوبة مرتفعة، وتم فحصه طبيا قبل مغادرة مطار القاهرة.